السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. والفيديو ديال اليوم غادي نحضروا مع بعضياتنا واحد الكيك اللي كيجي هائل شكلا ومذاقا. ممكن تفرحوا به الوليدات ديالكم، كما ممكن تحطوه بتحميرة الوجه لضيافكم، حيت البنات غزال وواعر بزاف بزاف وبمقادير بسيطة، ماشي شي مقادير مكلفة بزاف، وفي نفس الوقت كما قلت لكم كيجي هائل. هذا الكيك هذا غادي نحضروه في المول ديال الجرانيت ان شاء الله، بلا ما يلتصق، بلا ما حتى شي حاجه. المهم البنات، اول حاجه عندنا بول. عندنا هنايا البنات 4 ديال البيضات اللي كيكونوا بدرجه حراره المطبخ، كنأكدوا عليها باش كينجح معنا اي كيك. عندنا كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، عندي كاس ديال الحليب سائل كما كتشوفوا معايا. هادشي كله البنات بالعبار ديال الكاس ديال العنبه. عندي 2 حكاك ديال هاد الياغورت هذا ديال، او هاد التحليه هذه الديسير هذا. مهم اي واحد، انا صراحه كنستعمل هذا. ممكن تستعملوا غير ياغورت ديال الكراميل، انا الصراحه استعملت هاد التحليات هادو. المهم هانتوما خليكم معايا غادي تشوفوا حاجه بحاجه. عندي هنايا البنات ساشي ديال الفانيلا، قبصه ديال الملح بطبيعه الحال. عندنا هنايا الخميره ديال الحلوى، كيبقى 3 تقريبا ديال الخمارات باش هكا كيطلع معانا الكيك. عندنا هنايا البنات دقيق الفورس كيبقى على حسب الخليط. وعندي كاضافه هاد شوكولا هادي او اي نوع ديال الشكلاط. صافي البنات، هادو هما المقادير اللي عندنا، مقادير بسيطه غير مكلفه، من غير داك الياغورت ممكن تعوضوه بياغورت عادي. صافي دابا مبقى لي الا ندخلوا في الطريقه ديال التحضير. المهم هنا اسمحوا لي تقطع لي المقطع. عندي بصراحه ما كنتش لقيت راسي ما كنصورش. بول درت قبصه ديال الملح، درت 4 د البيضات، ساشي ديال الفاني وكاس ديال سنيده كما كتلاحظوا. بول درت قبصه ديال الملح، 4 د البيضات، ساشي ديال الفاني، كاس ديال سنيده. غادي نبدا نطربهم بهاد الطريقه هادي حتى كينسجم لي داك البيض مع سنيده وكتذوب سنيده مزيان مزيان. المهم كنعتذر هاد اللقطه لقيت راسي ما شعلاش الكاميرا فيها، داكشي علاش. مهم حاولت ما امكن غير نوريكم بين ايديا وانتم تفهموا. صافي البنات، من بعد ما داب السكر مزيان مع البيض والفاني، صافي غنبدا نضيف داك الكاس ديال الزيت بالتدريج وانا كنطرب. صافي وغادي نضيف دابا هاد الكويس ديال الحليب مع هذا. هانتوما البنات، درت هنايا 2 الحكاك ديال هاد الياغورت هذا بالنكهه ديال الكراميل. ممكن ديروا غير واحد، انا غير كانوا عندي في الدار ودرتهم بجوج غير تعزيز النكهه وصافي. راه الا درتو جوج راه غتجي النكهه باينه وعاطيه. درتو واحد كتجي شويه ناقصه، ممكن ديروا واحد والنكهه ديال الكراميل لكم الاختيار. المهم انا كانوا عندي في الدار بجوج درتهم بجوج. درت هنايا 2 ديال الحكاك. صافي وغادي نضيف كاس ديال الحليب كما كتلاحظوا معايا بشويه بشويه باش ما كيطيحش لك قوام البيض اللي كنطلع شويه. وصافي في هذه الاثناء البنات، من بعد ما دخلت العناصر كامله مزيان مع بعضياتها، غادي نجيب الطحين غادي نديرو. غادي ندخل هاد الكميه الاولى، كندير غير كميه صغيره بكميه صغيره باش هكا ما كتغلبش عليا. كما كتشوفوا غادي نضيف الكميه الثانيه. صافي وغادي نزيد عليها دابا الخميره. خميره البنات ديروا بين جوج شاصيات ونص حتى ل3. المهم صافي غادي نبدا نطلع. لابد خصكم ملي كتبغي تدخل الطحين كدير العجاجه. صافي البنات غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى غنبدا نشكل رقم 8. ممكن هاد المرحله هذه ديروها غير بالخلاط اليدوي لكم الاختيار. صافي هنا بان لي باقي خاصو واحد شويه، غادي نزيدو شويه ديال الطحين وغادي نستمر كندخل. صافي البنات، هنايا من بعد ما كتشكلوا رقم 8 وما كيتمسح لكمش كيبقى باين، في هذه المرحله هذه كنعرفوا باننا صافي راه ما خاصناش نهائيا نزيدوا الطحين. كنبقاو كنديروا 1 معلقه ديال الخل اختياريه، بغيتو ديروها ما بغيتوش ما ديروهاش. المهم البنات، ما خصش العجين يجينا ثقيل وفي نفس الوقت ما خصوش يجينا خفيف بزاف. هنا في الاثناء البنات كنكونوا دهنا المول ديالنا بالزيت او بالزبده ورشيناه بالدقيق. انا الصراحه كندهنو غير بالزيت. صافي هنايا غادي نجيب هاد القطع ديال الشكلاط، او كيبقاو اختياريين ممكن الاستغناء عليهم. غادي نحاول نفكهم ونقطعهم قطع او مربعات صغيره. هو ديجا هاد الشكلاط الصراحه راه مقطع مربعات صغيره بهاد الطريقه هذه. صافي بهاد الطريقه هذه البنات نحاول نزيد نقسمهم باش ما يتقلوش بزاف
ويهبطوا لي القاعده ويلتصقوا. اما هما في الصراحه راه غادي يهبطوا شويه. المهم غير ما خصهمش يلتصقوا لي في القاع لابد. صافي غادي نقسمهم كما قلت لكم، وغدا هذا نقسمهم كذلك على 2. وصافي غادي ندوزهم في شويه ديال الطحين كما قلت لكم باش ما يلتصقوليش في القاع. صافي غادي نحاول ما امكن نغربلهم دابا شويه باش كنحيد منهم نهائيا الدقيق. صافي البنات بهذه الطريقه هذه. صافي وفي هذا الاثناء غادي نكب العجين ديالي او الخليط ديالي في هذا المول بهذه الطريقه هذه. غنكبو كامل بطبيعه الحال كنعلي يدي باش كيدخل له الهواء وكيجينا مفشفش من الداخل. صافي غادي ندير او غادي نستف دابا فوق منه فوق هذيك القطع ديال الشكلاط بهذه الطريقه هذه. غنحاول ندير وحده حدا وحده. المهم غنستف القطع ديال الشكلاط ديالي كاملين وصافي وغادي ندخلو الفران يطيب على درجه حراره 150 درجه من التحت حتى كيطيب ليه، وعاد كنشعلو النار على وجهه شويه كيتحمر. بالنسبه للفرن كيبقى كل وحده وفرانها، لا عافيه مهيله بالنسبه للفران د الغاز ونهضا ونشعلو له ونهبطوه لتحت يتحمر. هنا من بعد ما طابت الكيك ديالي وقلبتها كما كتشوفوا معايا، الحمد لله هاد ليمون بصراحه ناجحين 100% وما كيتهرسوش نهائيا وما كيهرسوش الكيك. هنا كاين عندي شويه ديال الكراميل. هذه في صراحه هاد الكيك هذا ما كيحتاجش نهائيا التزيين حيت بكل صراحه هو مزيان نفسه بنفسه. هنا كان عندي القليل من الكراميل ذوبته او غير سخنته شويه، غير شويه فقط. صافي وغادي ندير بهذه الطريقه هذه. درته هنايا في الوسط ودرت خطوط ديال الشكلاط دايب هكا في جنيبات فقط. تزيين بسيط جدا جدا، ما غير مكلف وفي نفس الوقت كيجي راقي جدا جدا. ممكن ترافقوا هاد الكيكه بصلصه الكراميل او بصلصه الشوكولاته. ملي كتحيدوا واحد المورسو ممكن تهزوا من ديك الصلصه وتكبوا فوق الكيك ديالكم، لكم الاختيار. انا في صراحه قدمتها ككيك يومي، ما قدمتهاش نهائيا للضيوف، قدمناها هكا فقط يعني بدون اضافه اي صلصه، حيت راكم كتعرفوا كنحاولوا ما امكن نقصوا شويه من الحلاوه. المهم البنات كما كتلاحظوا معايا الشكل ديالها كيجي غزال غزال ما شاء الله. غنعطيكم واحد الحيله باش ما يلتصق لكمش اي كيك في اي مول. منين دهنوها البنات حطوه في المجمد قبل ما تبداو تخدموا الكيك ديالكم. المده اللي كيدوزها في المجمد سبحان الله كيخلي الكيك ديالكم ما كيلتصقش نهائيا فيه. هذه عن تجربه. اي كيك واي مول كما بغى يكون ما كيلتصقش نهائيا فيه الكيك. وهنايا البنات غادي نحاول نقطع معكم واحد الطرف واحد المورسو، واخيرا ما غاديش ننسى وغادي نقطعوا معكم. المهم البنات كما كتلاحظوا معايا شوفوا كنهبط فيها الموس بسهوله جدا. يعني الكيك ديالنا كيجي غزال ومفشفش ومهوي. ها انتم البنات كما كتلاحظوا معايا، ها انتم البنات القطعه ديال الكيك ديالي. شوفوا البنات، شفتوا داك الشكلاط اللي درنا فين هبط، جانا ملي قلبنا الكيكه جا من الفوق مطروح. شفتوا البنات. المهم انتم البنات شوفوا معايا من الداخل كيف كتجي غزاله. شفتوا البنات داك الشكلاط فين كيجي غزاله غزاله بزاف بزاف بزاف. كنتمنى البنات تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تخليو لي ارائكم في التعاليق وتشجعوا الفيديو ديالي بلي لايك ديالكم. هانتوما البنات باقا كنوريكم في الطبيصل ديالي حيت فريمون جات هائله، وهاد الكيكات ما شاء الله راه تكلات في نهارها ما شاء الله. كما قلت لكم البنات اللي اول مره يزور القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالنا. البنات اللي ديجا مشتركين معنا كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا بالبنات ديال الواتساب، مرحبا بالناس ديال الانستغرام كاملين. ما بقى لي نقول لكم تهلاو فراسكم وبسلامه عليكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساونيش من لايك ديالكم ومن البارطاج ومن تعاليقكم الزوينه. باي باي.